أفادت صحيفة تلغراف البريطانية بأن نادي ريال مدريد يتابع البرازيلي برونو جيمارايش لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة. وبحسب الصحيفة فإن تشيلسي وليفربول أيضا سعوا للتعاقد مع لاعب خط الوسط، حيث حاول كلا الناديين التعاقد معه سابقا، لكن رد نيوكاسل كان واضحا: اللاعب ليس للبيع. تلقى نادي ريال مدريد الإسباني خبرا سارا بخصوص فينيسيوس جونيور الغائب عن المنافسة في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة. وقد أكدت التقارير القادمة من إسبانيا بأن عملية التعافي الخاصة بفينيسيوس تذهب في منحنى إيجابي جدا. اللاعب يقترب من العودة بشكل أبكر عن المتوقع، ومن المتوقع أن يكون جاهزا لمواجهة أتلتيكو مدريد في الديربي يوم 24 من الشهر الجاري. كشف إبراهيم دياز عن نصيحة تلقاها من مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي. وقال دياز في تصريحات نشرتها الموندو ديبورتيفو: أنشيلوتي يطالبني دائما بالاستفادة من كل دقيقة أحصل عليها مع ريال مدريد، ويحفزني دائما من أجل المشاركة بفعالية أكبر والتأثير على مجريات المباراة. تعاقد برشلونة مع جواو فيليكس في آخر أيام الميركاتو قادما من صفوف أتلتيكو مدريد. وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى وجود بند في عقد فيليكس مع برشلونة ينص على عدم مشاركة البرتغالي أمام فريقه الأم في أي مباراة تجمع الفريقين طوال فترة الإعارة مع البارسا. ولكن وفقا لموندو ديبورتيفو فإن جواو فيليكس ليس لديه شرط الخوف في عقده، وسيكون قادرا على اللعب ضد أتلتيكو مدريد هذا الموسم. قرر نادي برشلونة توقيع عقد جديد حتى يونيو 2026 مع نجمه الواعد لامين يامال. وبحسب فابريزيو رومانو خبير الانتقالات فإن العقد جاهزا منذ يوليو الماضي. وأوضح رومانو تفاصيل العقد قائلا: عقد جديد لمدة 3 سنوات للامين يامال، كمان هناك عقد جديد لمدة 5 سنوات لأليخاندرو بالدي. وواصل رومانو: العلاقة الممتازة مع وكيليهما خورخي منديز ستساعد في التمديدات المستقبلية أيضا.